السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين تشكيلة فطير بقى مشلتت، بس حاجة كده تحفة، محشي وسادة وحلو وحادق. تشكيلة ما شاء الله، النتيجة تحفة. واللي ما بيعرفش يعمل فطير هيعرف يعمل إن شاء الله الفطير بالطريقة دي. كل أنواع الفطاير إن شاء الله. أولا نسمي بسم الله. معايا هنا أنا عاملة هنا كيلو ونص دقيق. طبعا الكمية اللي انتوا حابينها دقيق، لان الفطير بيتعجن بدقيق ومية وسكر وملح بس، يعني اي كمية دقيق انتوا حابينها. ان شاء الله يكون كوبايتين دقيق، يعني مش شرط كيلو دقيق، نص كيلو. الفطير ملوش مقادير يعني. هو كل الموضوع بس معلقة سكر ومعلقة ملح، ده كل المقدار معانا، والمية على حسب احتياج العجين. انا بعجن بميه عاديه من الحنفيه على طول، يعني ماهيش دافيه ولا سخنه ولا ساقعه ولا اي حاجه، ميه عاديه خالص اللي بنشرب منها. هعجن العجين كويس. انا اهم حاجه عندي ان انا انعم العجينه، اهم حاجه في عجينه الفطير انها تتعجن كويس جدا وتتنعم معانا، لان طبعا لا فيها ماده دهنيه ولا فيها حاجه خالص. فمش عايزين العجينة مفتحة معانا، عايزين العجينة لينة وناعمة. نفضل نعجن فيها بقدر الامكان. ما قدرتش اعجن فيها في الطبق واتمكن منها، فعجنتها على المفرش كده، علشان ايه اتمكن منها واعجنها كويس. انا هعجن، اخلص بقى عجن كده حلو والعجينة تلف معايا وتنعم في ايدي. هقطعها بقى التقطيع اللي احنا عايزينها، يعني على قد الحجم اللي احنا محتاجين هنعمله. بقطعها على زيت، ما بقطعش على دقيق. بعد الصينية كده اللي هقطع عليها حطيت عليها شوية زيت كده، وابل ايدي زيت برضو كده، واقطع العجينة كلها على قد الحجم اللي احنا محتاجينه. ده معايا بقى المادة الدهنية اللي هشتغل بيها. انا عاملة هنا سمنة، فكاها على النار، وحطيت فيها معلقتين قشطة كبار كده حلوين. وهفك برضو القشطة في قلب السمنة علشان اشتغل بيها، هفرد بيها وهعمل بيها العجينة وكل حاجة. يعني انا مش هشتغل بزيت ولا اي حاجة، هي دي اللي هفرد بيها وهفردها على العجين وكل حاجة. التقطيعة الاولانية انا عاملة هنا حوالي كام واحدة كده، هعملهم يعني رولات كده للحشو. يعني برضو طريقة الحشو اللي انتوا حابينها، برضو انا بعمل يعني اي افكار كده في يعني اللي بتيجي على بالي بعملها، يعني افكار الحشو يعني معايا. انا بفرد كده وبلمها رول، وبعدين بلمها بكورها تاني كده، علشان تبقى معايا، تعمل معايا طبقات بس مش اكتر يعني. فاي طريقة لم مش هتفرق. اهم حاجة ان احنا نفرد العجينة ونلمها باي طريقة، يعني كل ده علشان تعمل معايا طبقات بس. هخلص الكمية اللي انا هعملها رولات كده وهسيبها ترتاح شوية. وهبدأ اعمل الحشوة التانية اللي انا يعني الطريقة التانية اللي هحشي بيها. انا هحشي طريقة تانية، فطير بقى، يعني فطيرة مدورة كده، فهحشيها بقى. هفرد كده قطعة وهطبقها على بعضها كده زي المنديل، وهفرد بالقطعة التانية. طبعا انا بفرد على المادة الدهنية اللي انا عملتها، السمنة على القشطة، علشان وطبعا هفرد منها برضو على العجينة برضو. وانا بشتغل كده برضو بايديا كده، هفرد على العجينة علشان اطبق بيها، يعني لان انا مش عايزة برضو العجينة معايا سمينة قوي. فانا برضو ما بفردش مادة دهنية كتير، يعني انا محتاجة اعمل عجينة طبقات كويسة وما تكونش فيها مادة دهنية كتير برضو، علشان ما تبقاش سمينة قوي. طبعا اللي حابب يزود، يعني كل واحد على حسب رغبته. جبت بقى الطبقة اللي انا طبقتها الاول، فردتها على الطبقة اللي انا فردتها، يعني في الطبقة الكبيرة مفرودة تحت. جبت بقى التانية اللي انا فردتها، اللي انا طبقتها في الاول، حطيتها عليها علشان احط عليها الحشوة بقى، علشان الحشوة ما تطلعش من ده. سجق انا عاملاه ببصل وطماطم، ببصل قصدي وفلفل، ما حطيتش عليه طماطم. شوحته ببصل وفلفل، مكتره البصل والفلفل فيه كده شويه، علشان يدينا نتيجه حلوه. مسكته قطعته كده بالمقص القطع الكبيره اللي فيه، وحطيته كده في قلب الفطيره. ولميت بقى الفطيره الاولانيه عليه كده الجوانب، وبعدين هلم بقيه الفطيره عليه. دي الصينيه اللي هحط فيها، اللي هسوي فيها على طول، يعني ده هنتها برضو من الماده الدهنيه اللي معانا.
وهلم بقى بقية الفطيرة كده على بعضها، وهشيلها زي ما هي كده احطها في الصينية لحد ما ترتاح بقى وندخلها الفرن. هشتغل بقى في الفطيرة التانية. الفطيرة التانية انا هعملها سادة بقى، فعشان ايه نشوف كده تشكيلة الفطاير اللي احنا هنعملها. دي فطيرة سادة هفردها برضو هطبقها زي المنديل. انا بعمل ليه الخطوة دي؟ خطوة ان انا بعمل فطيرتين في بعض، علشان طبعا انا عاملة على صينية صغيرة مش صينية كبيرة يعني، فانا عايزة اعمل فطيرة حلوة. انا ممكن برضو لو الصينية اصغر من كده، او لو انا عايزة اعمل فطيرة اكبر من كده، بعمل الخطوة دي التطبيقة دي مرتين او 3 على حسب ما احنا عايزين. في الاخر هتدينا نفس النتيجة وهتدينا طبقات حلوة في الفطيرة. هنا انا فردت بقى يعني انا عامله الفطيره مثلا على مرتين، فردت النص الاولاني كده وطبقته وشلته على جنب، وهفرد النص التاني. يعني دي هتبقى فطيره واحده. هفرد بقى القطعه التانية كده، هفردها خالص على قد ما اقدر في الصينيه كده، وهدهنها برضو بالماده الدهنيه اللي معانا السمنه والقشطه. وهجيب بقى الفطيره اللي انا طبقتها هحطها فيها زي ما احنا شايفين كده، وهفردها كده شوية، وهبدأ ايه ألمها تاني عليها منديل. الطريقة دي كويسة وبتدينا نتيجة حلوة، وبتطلع معانا الفطيرة مطبقة يعني طبقات كلها ونتيجتها حلوة مبقاش فيها كتل. واهم حاجة في الفطير العجينة يا جماعة، العجينة في الفطير اهم حاجة ان احنا نخدمها كويس في العجن، يعني احنا نعجنها كويس لحد ما تنعم معانا وتكون عجينة لينة علشان تدينا نتيجة حلوة، متبقاش مكلتمة كده، ومتبقاش ايه ما يبقاش الفطير يبقى مورق كده وحلو، ما يبقاش ايه مكلتم معانا. فانا كده طبقت دي الفطيرة السادة، هحطها برضو دهنت الصينية وهحطها فيها برضو واسيبها ترتاح جنب مني. ده بقى اللي احنا طبقناه في الاول، اللي هعمله رول. ده اللي احنا كنا مطبقينه رول كده، فانا مسكته لميته كده لما جبته من الصينية اللي كان فيها لما ارتاح. جبته كورته تاني بايدي كده علشان ايه يلم معايا ويبقى حلو واعرف افرده. فردته كده بالطول، وحطيت بقى السجق فيه بالطول بقى علشان ايه اعمله رول كده، وهحطه في صينية من ايه يتسوى رول زي ما هو كده. هخلص بقى الكمية. هو انا عملت من هنا دول كانوا 6 وحدات، انا عملت 4 بس، والاتنين التانيين عملتهم على بعض فطيرة واحدة مدورة كده يعني، لان انا كنت عايزه اعملهم رول يعني. فالصينيه اخدت 4 بس، فعملت ال4 بس على قد الصينيه اللي بالمستطيله، عملت فيها 4 بس. طبعا احنا زي ما احنا قلنا، احنا الفطير ده انا عامله تشكيله كذا حاجه يعني، احنا ممكن نعمل نوع واحد من الحاجات اللي انا عاملاها يعني، ما نعملش الكميه كلها كده يعني نعمل نوع واحد كده. اخلص الرولات كده زي ما احنا شفناها، وهحطها بقى في الصينيه ترتاح. وهعمل بقى اللي بالحشوه بقى اللي بالحلو يعني، الفطير الحلو ده حشوه، انا هعمله حشوه كاستر. هفرد بقى، ده ما اتفردش قبل كده طبعا، ده بيتفرد لسه اول مره القطعه الصغيره دي. انا هعمل برضو قطعتين وهفردهم برضو بنفس الطريقه كده وهلمهم منديل. هو انا قطعت هنا كنت عامله 4 قطع علشان اعملهم فطيرتين، فلم يعني طبقتهم الاول وبعدين بدات اشتغل. لا المفروض كنت انا اشتغل على طول، احشي على طول كل واحده بوحدتها علشان ما ايه ما يلزقش في بعض، وعلشان اعرف ايه اتعامل معاهم يعني، لان الفطير عجينته لينه وكده فايه يعني بيقفش في بعضه على طول زي ما احنا شايفين كده، فبفردها بصعوبة يعني. هو انا قدرت اتعامل معاها، بس لا لو احنا هنعمل على طول هنحشي، فالمفروض ان انا ملمش بطبقهمش كلهم مرة واحدة وبعدين ارجع اشتغل، لا اطبق واحدة واحدة واحشي على طول ايه علشان ايه اعرف اشتغل بيها يعني، وما تقفش معايا كده وتلزق في بعضها زي ما عملت معايا. انا معايا هنا كاستر هحشي بيه. الكاستر ده انا عاملاه قبل ما اعجن خالص علشان يبرد تماما ويبقى معايا متماسك علشان اعرف افرده في الفطير. الكاستر ده انا عامله لبن وسكر وكاستر. كاستر اللي هو النشا يعني، طبعا احنا لو مش متواجد كاستر ممكن نعمله نشا يعني زي المهلبية كده الكاستر يعني، بس بعمله تقيل شوية علشان يبقى ايه متماسك معايا. وبعمله بسيبه يبرد خالص، بغطيه واسيبه يبرد تماما واحشي بيه زي ما احنا شايفين كده.
حطيت الطبقة الاولانية وحطيت الكاستر، وبعدين لميت بقى الفطيرة كده على بعضها وحطها برضو ايه في الصينية اللي هسوي فيها برضو بنفس الطريقة. يبقى احنا كده عملنا الحلو والحادق والسادة كده. الفطاير كلها جاهزة معايا. شغلت الفرن وهبدأ بقى ايه افرد بقى الفطاير كلها كده معايا، والفرن شغال على ما يسخن. ايه اكون انا ايه فردت الفطاير كده في الصواني ان شاء الله، يعني علشان هي ارتاحت معايا كويس. فبتفرد معايا على طول بكل سهولة، ما بتاخدش معايا وقت ولا مجهود خالص في الفرد. دي الفطيرة الصغيرة اللي انا عملتها بدل ايه الرولات، يعني دول كانوا رولين عملتهم واحدة صغيرة كده. دي الرولات الاربعة اللي انا عملتهم برضو بايدي كده خفيفة كده، يا دوب هتك عليهم تتكية خفيفة برضو، فردة خفيفة، مش هفرد جامد يعني. وهدهن كل الفطير قشطة بقى كده على وشه، علشان ايه يبقى وشه حلو وطري كده معايا. طبعا الصينية مدهونة برضو بالمادة الدهنية السمنة والقشطة. وهخلص بقى الكمية كلها وهدخل بقى الفرن على طول، الفرن شغال. فاللي بتخلص معايا بحطها في الفرن على طول. يعني انا قلت ايه افرد الفطير كله كده بايدي وانا وهي معكوكة قشطة، يعني علشان مفضلش كل شوية اغسل ايدي واعمل يعني. ففردت بقى خلصت تطبيق الفطير كله، وبعدين ايه هفرده برضو وادهن وشه قشطة كده كله زي ما احنا شايفين، وايه وابدأ اسوي بقى على طول. يعني الفرن شغال وهسوي ما شاء الله. ده بقى اللي عملته بالكاستر، عملت الاتنين الصغيرين دول بالكاستر. اخلص بقى الكمية كده كلها واسوي بقى الفطير بقى في الفرن كله كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. حطيت بقى الفطير في الفرن، الفرن شغال من فوق ومن تحت علشان يديني نتيجة حلوة. ده الفطير بقى السادة ما شاء الله قابب في الفرن وشكله حلو. دي فطيرة الكاستر برضو في الفرن ما شاء الله قابة وحلوة. طبعا فطير الكاستر على طول ساعة ما بخرجه من الفرن سخن برش عليه سكر ناعم، يعني سكر بودرة انا طحناه. ايه على طول ساعة ما بيخرج من الفرن برش عليه السكر كده علشان ايه يتشرب السكر، طبعا لانها فطيرة مسكرة هي. هنا الفطير ما شاء الله كده بعد ما خرج ما شاء الله طعمه تحفة والنتيجة حلوة وكله طبقات. بس تقريبا الكاميرا كانت جه عليها بقى بخار كده من السخونية، فتقريبا عاملة ايه ضباب كده في التصوير، ما اخدتش بالي بصراحة. بس ما شاء الله الفطير ناجح وكله طبقات المحشي والسادة ما شاء الله. يعني عايزة اقول لكم اللي ما بيعرفش يعمل فطير هيعمل فطير بالطريقة دي وهينجح ان شاء الله، ومش هيعرف ومش هيعوز يشتري فطير من بره تاني، ولا هيعوز يقول ما بعرفش اعمل فطير. ما شاء الله حاجة كده تحفة. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. شايفين ما شاء الله. وده برضو اللي بالكاستر برضو ما شاء الله اتشرب السكر وحلو والكاستر فيه متماسك. ما شاء الله طعمه تحفة. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم. سلام عليكم.